وصل عدد اليهود في مصر لأكثر من 80,000، وده ما كانش من فترة بعيدة. واليهود دول كان ليهم تأثير كبير في مصر، سواء كان من ناحية التجارة أو من ناحية الاقتصاد عموما. وهما برضه استفادوا من وجودهم داخل مصر، وأسسوا بنوك زي البنك الأهلي وزي البنك العقاري المصري. وكمان كان ليهم تأثير في الفن، فكنت تلاقي مجموعة من الفنانين وكانوا مشاهير كانوا من أصول يهودية، زي الفنانة ليلى مراد وكاميليا ومنير مراد والفنان عمر الشريف. لكن حاليا يا سيدي عدد اليهود في مصر لا يذكر. فالسؤال هنا، أين هم يهود مصر؟ وهل هم رحلوا ولا تم ترحيلهم؟ شوف يا سيدي، لما نرجع بالزمن شوية إلى ما قبل الإسلام، فكان اليهود مضطهدين وكانوا بيعانوا من حكم البيزنطيين. لكن لما دخل الإسلام بقيادة سيدنا عمرو بن العاص، كان المصريين كلهم عايشين في أمان وسلام، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو حتى يهود. كان عدد اليهود في اسكندرية يقدر ب40,000 يهودي، وكان عدد المصريين 2 مليون شخص، وكان عندهم حرية في العبادة وكان ليهم دور عبادة. وعدد اليهود كان بيزيد لأن كانت فيه هجرات من كذا مكان لمنطقة البحر المتوسط، وطبعا مصر كان ليها نصيب من الهجرات دي بسبب الأمن اللي كان موجود في المنطقة دي. ولما نمشي بالتاريخ شوية لغاية ما نوصل عهد الفاطميين، ده يعتبر أزهى العصور بالنسبة لليهود، لدرجة إن هم تولوا أصلا مناصب في الدولة ومناصب كبيرة. كان في واحد اسمه يعقوب بن كلس، ده تولى الوزارة في الدولة. ويعتبر اليهود ما تعبوش في عهد الفاطميين أو ما تضروش في عهد الفاطميين إلا في عهد الحاكم بأمر الله. طبعا الحاكم بأمر الله ما تعبش اليهود بس، ده تعب المصريين كلهم. لكن بالنسبة لليهود والمسيحيين أجبرهم يا إما الدخول في الإسلام أو إن هم يسيبوا البلد خالص. وعمل حاجات غريبة مع المسيحيين ومع اليهود، لكن بعد فترة رجع في كلامه وساب كل واحد في حاله. لكن غير كده يا سيدي، أو غير فترة الحاكم بأمر الله، كان اليهود في عهد الفاطميين عايشين في أمن وسلام، وكان عددهم بيزيد عن طريق الهجرات. لكن كانت بتيجي عليهم فترات كان العدد ده بينزل أو بيقل، وده كان لعدة أسباب، مثلا زي الأمراض والأوبئة. فلما حصلت مثلا الشدة المستنصرية على مصر، في عدد من المصريين كتير مات، وكان اليهود طبعا ليهم نصيب من القصة دي. وإن كان العدد تم تعويض عن طريق الهجرات اللي كانت جاية من الشام، لكن الأوبئة والأمراض كان لها دور. ومن ضمن الحاجات التانية برضو نظام الأسرة اليهودية بتاعتهم اللي هي عددها محدد. وكمان في حاجة تانية مهمة، هو اعتناق عدد كبير من اليهود للإسلام أو دخول عدد كبير منهم الإسلام، وده طبعا بيخلي العدد إن هو ينزل أو يقل. طبعا ما كانش فيه أي إجبار لليهود أو لغيرهم على إن هم يدخلوا الإسلام. طبعا ما فيش غير حتة الحاكم بأمر الله، وده الراجل كان معروف أمره وكان معروف إنه هو أصلا مجنون. المهم يا سيدي، في عهد الدولة الأيوبية أو في عهد الأيوبيين، كان اليهود برضو عددهم بيزيد وكانوا عايشين في أمن وسلام، وكان برضو يتولوا مناصب كبيرة في الدولة. فتخيل يا سيدي إن 4 من أطباء صلاح الدين كانوا يهود. وبرضه في عهد قنصوة الغوري كان الشخص المسؤول عن سك العملة كان يهودي، وكان اسمه المعلم يعقوب. بنمد بالتاريخ شوية يا سيدي عشان ما أطولش عليكم، لغاية ما نوصل لعهد الخديوي إسماعيل وحفر قناة السويس. طبعا حفر القناة فتح مجال كبير للشغل وللتجارة. طبعا اليهود مش هيسيبوا فرصة زي دي، وظهرت عائلات كبيرة زي عائلة قطاوي وعائلة بوصيري بسبب شغلهم في التجارة. وكمان كان بيساعدوا الخديوي إسماعيل في الحصول على قروض من بنوك أوروبا اللي كان مسيطر عليها يهود. يعني يا سيدي كان ليهم تأثير ودور كبير ومكانة كبيرة في مصر. فعندك مثلا عائلة قطاوي اللي منها يوسف قطاوي، وده يعتبر أول يهودي داخل البرلمان في مصر، وبعدها بقى وزير المالية في عهد الملك فؤاد. فاليهود كان ليهم تأثير كبير في الاقتصاد، وكان عندهم محلات مملوكة ليهم، وكمان أسسوا بنوك زي البنك الأهلي اللي هو اتحول بعد كده وبقي البنك المركزي، وزي البنك العقاري المصري اللي كان ليه دور كبير في الزراعة، وده بسبب القروض اللي كان بيديها للفلاحين. واصبح بسبب القروض دي بيتحكم في اكتر من مليون فدان مصري. يعني اليهود يا سيدي كانوا عايشين في مصر بالطول وبالعرض زيهم زي اي حد مصري، سواء كان مسلم او كان مسيحي، وكان ليهم محلاتهم والناس كانت بتشتري منهم وتتعامل معاهم عادي. وكان عندهم في الفن نجوم كبيره ومشهوره زي ليلى مراد وعمر الشريف وكاميليا وناس تانية. لكن اليهود فضل حالهم تمام وزي الفل في مصر، سواء كان من ناحيه الاقتصاد او من ناحيه التجاره او حتى من ناحيه العدد، لغايه ما جت عليهم الحرب العالميه الثانيه وبدا حالهم يتغير، خاصة من ناحية عددهم في مصر. فبدأ العدد ده يقل أو ينزل، وكان الموضوع ده ليه عدة أسباب، لكن كان أهم سبب هو عامل الخوف عندهم. طب إزاي؟ أنا هقول لك إزاي. أولا يا سيدي، إن عامل الخوف كان عامل مهم إن عددهم يقل في مصر. إن لما اشترت الحرب العالمية كانوا خايفين إن الألمان ينتصروا فييجوا مصر فيعملوا فيهم زي ما عملوا فيهم في أوروبا. وبرضه الدعاية اللي كان بيعملها اليهود عشان يقنعوا اليهود الموجودين في مصر إن هم يهاجروا ويسيبوا مصر ويروحوا لأرض فلسطين، فكانوا بيعملوا لهم عملية تخويف عشان يسيبوا مصر. وبعد ما تولى الحكم عبد الناصر وحصول العدوان الثلاثي واشتراك إسرائيل في الحرب دي، خاف اليهود وجزء منهم ساب مصر، ومنهم راح أوروبا ومنهم راح لأرض فلسطين. وبرضه يا سيدي بعد تأميم عبد الناصر لشركات كتير واكتشاف شبكات تجسس، في ناس كتير هاجرت وسابت البلد، وفي ناس منهم غيرت أسمائها بأسماء مسلمين عشان يفضلوا عايشين في البلد.
لكن بعد ما كان العدد أكتر من 80,000 عايشين في مصر، أصبح العدد حاليا لا يتجاوز 100 واحد يهودي. بس كده يا سيدي.